بناء على طلب ناس كتيرة قوي ان انا اقول نظام الطيبات اللي انا مشيت عليه. خليني الاول اقول ان انا كنت مريضة كانسر من الدرجة التانية. كان سرطان فم. اتشخصت ان هو بسبب التدخين، لان انا بحب الشيشة جدا وبشيش كتير. فكان المفروض بناء على كلام الدكاترة ان انا يتم استئصال جزء من الحلق وعظمة الفك في الجزء ده وتقريبا نص اللسان، فهفقد النطق تماما وهفقد الكلام. طبعا انا لما عرفت الموضوع ده جالي صدمة. كملت شغلي عادي وكملت حياتي عادي ومشيت على كلام الدكاترة ان انا المفروض اخد 6 جرعات كيماوي، وبعد ما اخلص ال6 جرعات كيماوي اخد حاجة اسمها العلاج المناعي، وبعد المناعي اخد الاشعاع. خدت اول جلستين كيماوي وبعدين تعبت جدا وجالي جلطة والألم اللي انا شفته في الكيماوي خلاني احس ان انا لا، انا الكانسر ما عملش فيا كده. لما جالي الكانسر قعدت حوالي شهر قبل العلاج، كنت صحتي كويسه. فانا ايه اللي بيحصل معايا ده؟ انيميا حاده، شعري وقع، ابتديت اتبهدل. وانا حد من الناس عقلي على طول بحب يعني اشغله، مش الكلام اللي بيقوله لي الدكتور بمشي عليه. حسيت ان انا في دوامه وفي دوشه في وسط كل ده. شفت النظام بتاع دكتور العوضي، قررت ان انا اوقف العلاج بتاع الكيماوي بتاعي ما كملهوش. ولما كنت بروح الكشف الدوري بتاعي كان الدكتور بيزعق معايا جامد وبيقول لي اللي انا بعمله ده هيسبب انتشار الورم في جسمي كله. فقلت له انا مش هاخد كيماوي تاني. كان بيكتب لي جلسات الكيماوي كنت برفض ان انا اخدها، فعرض عليا ان انا اخش اشعاع. دخلت اشعاع حوالي 4 أو 5 جلسات، وقفت العلاج الاشعاعي، ما رضيتش ان انا اكمله. الدكتور قال عليا ان انا حد عنيد قوي، وان انا اللي انا بعمله ده هيدمرني، وان انا كمان المفروض بعد ما اعمل كل ده اخضع لجراحه. كان ساعتها فيديوهات الدكتور العوضي موجوده. اخدت الريسك وقررت ان انا امشي على النظام بتاعه. كان عندي معارضه مش طبيعيه من الدكاتره ومن اللي حواليا، لدرجه ان ما بقتش اروح المستشفى تابع، لان الدكتور كان رافض اللي انا بعمله وكان بيزعق لي كل ما بيشوفني. النظام كالتالي اللي انا هقول عليه ده. مشيت على ايه؟ منعت الفراخ منعا تاما، سواء بلدي او مش بلدي، منعتها تماما. منعت البيض منعا تاما. منعت كل منتجات الدقيق الابيض منعا تاما. ما باكلش عيش تماما، ما باكلش دقيق تماما، ما باكلش غير عيش ريتش بيك البراون البني فقط. اي نوع عيش تاني مش باكله، تحديدا الريتش بيك المصري. باكل لحمه موثوقة، يا إما ضاني يا إما لحمة كندوز من جزار كبير وضامن إن اللحمة دي مضمونة من عنده. باكل الكبدة، باكل الزبدة البقري والزبدة الجاموسي الصافية 100%، لو مستوردة هتبقى لوربك. باكل أي حاجة بزيت الزيتون، باكل بسطرمة، باكل لانشون، باكل أي نوع جبنة مطبوخة صفرة، لكن جبنة بيضة، جبنة قريش ممنوع، جبنة فيتا ممنوع. باكل اي جبنه صفرة، جبنه جوده، جبنه فلامنك، جبنه ريكفورد، جبنه مثلثات، اي نوع جبنه مطبوخ واي نوع جبنه صفرة باكله. ممنوع تماما الدقيق الابيض بكل مشتقاته. ممنوع البيتزا. الدقيق الابيض ده اكتر حاجه ممنوعه لمرضى السرطان لانه سم. البيتزا ممنوع، الكرواسونات ممنوعه، العيش الفينو ممنوع، كل المخبوزات والبيكري بكل انواعها ممنوع. باكل رز معمول بالسمنة البلدي 100%، بالزبدة 100%، بزيت الزيتون. ممنوع تماما الباستات بكل أنواعها والمكرونات بكل أنواعها. ممنوع تماما الورقيات كلها، الخس، الجرجير، باخد بقدونس وكرفس عصير. الخس والجرجير ممنوع، ورق العنب ممنوع. أي ورقيات ما باكلهاش. باكل في الفواكه العنب، وباكل التين، بشرب عصير القصب، باكل البطيخ. ما باكلش مانجا لان نسبة الاملاح فيها عالية. طيب، يبقى الممنوعات الباستات كلها، المكرونات كلها، الالبان كلها، الزبادي كلها ممنوع. ممنوع الزبادي، ممنوع الجبنه القريش، ممنوع البيض، ممنوع اللبن، ممنوع الدقيق الابيض. السكر عادي جدا بنسب معينه، باكل كل حاجه بالسكر عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه. باكل نوتيلا، باكل شوكليتس، مسموح بالنوتيلا ومسموح بالشوكليتس. مسموح بسمك السلمون ومسموح باي نوع سمك بحر. ممنوع السمك البوري لانه مزارع، ممنوع السمك البلطي لانه مزارع، ممنوع الجمبري وممنوع الكابوريا وممنوع
ممنوع السبيت لانهم مزارع، ممنوع الحمام اللي متربي ومتزغط في بيوت. لازم لما تحب تاكل حمام تاكل الحمام الحر اللي هو بيبقى طاير ده، يا اما ما تاكلش حمام. ممنوع البط، ممنوع الوز، ممنوع كل ده. بناكل كفته، بناكل لحمه من اماكن موثوقه فيها، بناكل كبده، بناكل كلاوي، بناكل قلوب، ممكن تاكل ممبار، لكن ممنوع الفراخ بكل مشتقاتها. طيب نيجي للزيوت، قلنا عادي جدا ناكل بطاطس مقليه، اتس اوكي، ناكل شيبس، اتس اوكي، العصاير المعلبه اتس اوكي، بتتشرب عادي. لكن ممنوع ان انا اشرب اي حاجه بمنتجات الالبان. البن بشرب بن موثوق فيه، وبجيب البن انا اطحنه واشربه عادي جدا. تشرب اسبريسو، لكن البن اللي هو اللي بيبقى بسله ومضروب في السوق او نوع بن رخيص ما بشربهوش. ايه تاني؟ ايه تاني يا شيماء؟ ده النظام اللي انا ماشيه عليه. في حاجه تانية عايزه اقولها مهمه جدا، باكل سردين برضو. باكل ايه تاني؟ باكل اسماك بحر بس. مشيت على النظام. الفاكهه باكل التفاح، مشيت على النظام ده. باكل تشوكلتس، وبقيت اكل السكر، وبقيت اكل كل الحاجات دي اللي هي المفروض انها مريض الكانسر ما تجيش جنب سكر، الكانسر بيحب السكر. ورحت عملت اول مسح ذري، كان شهر 9 اللي فات. الدكتور بعد ما عمل لي المسح الذري قال لي ايه ده؟ لا احنا لازم نعمل صبغه. ليه؟ في ايه؟ اعملي صبغه. عملت الصبغه، طلع ما فيش اي اثر لخلايا سرطانيه في جسمي. والدكتور طلب مني ان انا اقعد 6 شهور كمان، وانا واقفه عليك تماما ومصممه ان انا امشي على النظام. بلس يا جماعه ان انا طلع جسمي ما فيهوش ولا خليه سرطانيه. بشرتي اتحسنت جدا، نفسيتي اتحسنت جدا، طبعي اتغير، والعصبيه والغضب اللي بقت عندي ما بقتش موجوده، وزني نزل جدا وبقى مظبوط. اهم حاجه في النظام صيام كل اثنين وخميس، ده ثابت، ده اللي في ديننا. كل اثنين وخميس بصوم، وبصوم مرتين في الشهر، يوم ونص، 36 ساعة متواصلة. ما باكلش أي حاجة ولا بشرب أي حاجة في ال 36 ساعة دول. الجروث هرمون اللي بيبقى موجود في الجسم بدل ما بيبقى 100% بيبقى 2000%. يعني بنصوم اثنين وخميس وبنصوم مرتين في الشهر، يوم ونص. نمتنع تماما عن الأكل، نمتنع تماما عن الشرب. لو حسيت ان انت دبلان، او لو حسيت ان انت عندك مشكلة، بتشرب شوية مية او بتشرب شوية عصير. عملت التحليل لسه كان من اسبوعين، وطلع برضو المسح الذري بتاعي نظيف تماما. بعته للدكتور بتاعي، بعت لي علامة لايك وسكت. ما خدش اي علاجات، مشيت على النظام ومكملة عليه. حتى لو بصيتوا على صفحة الفيسبوك بتاعتي هتلاقوني كنت بحتفل بشفائي التام، ولا استأصلوا لي حاجة، ولا اضطريت ان انا اكمل في العلاجات اللي بتدمرني سواء كيماوي او اشعاعي. دي تجربتي، اتمنى كل مريض كانسر يجربها، طبعا مع الدعم المعنوي، ومع انك تآمن ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش داء الا وليه دواء، وان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش لينا الالم والوجع، وان ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا ناس. وانا بالنسبه لي بعت لي دكتور ضياء العوضي في وقت كنت يائسه فيه قوي، وكنت متألمه فيه قوي، وانا بحتسب ده عند ربنا سبحانه وتعالى. مش هبطل ادعي للراجل ده، ومش هبطل اقول عليه راجل عظيم. ما تبصش على شكله ولا طريقته وهو بيتكلم وغضبه، ما تبصش على مسكته للسيجاره، ما تبصش على ارائه الغريبه. دي كانت سبب رئيس ان يتم اختيار الشخصيه بالشكل ده، عشان الرساله توصل بشكل اسرع، لانه استفز ناس كتير فقدر فعلا انه يوصل. دكاتره كتير قبله اتكلموا، بس هو الوحيد اللي وصل، لان ده كاركتر الشخصيه. الوعي ده بنسميه في عالم الوعي وعي الحكيم المجنون، اللي هو بيجي يغير الواقع. رسالته تمت وصلت، وانا ممتنه له، ومكملين من بعده بنظام الطيبات، وكلوا من طيبات ما رزقناكم.